انا لو اذا اجوا المسلحين ما بقتلهم، بس اذا مسكت واحد منهم بعلمه الادب، بعلمه على الكتاب المقدس. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق. شو قتل النفس؟ قتل النفس هو حرام بجميع الكتاب. هون الجيش بيمرق بيعطيني كل شيء. هدول المسؤولين بالجيش كلهم يقولوا روحوا شوفوا الختيار شو. اذا ما عنده خذوا له، جيبوا له شو بده اعطوه. بيجيبوا لي تفاح، بيجيبوا لي اكل، بيجيبوا لي قاعد اعلام لحم، بيجيبوا لي كل شيء. دول الجيش ما خلوه ينقص عني شيء. أبو عدنان رجل مسن من حي وادي السايح بحمص رفض مغادرة منزله مع ولده العاجز، وبقي صامدا 6 أشهر في وجه جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة، إلى أن أتته منهم رصاصة الغدر من الخلف. ما باقي غير أنا، وعندي واحد عطيني. كان 6 شهور ما بحسن يطلع على باب الدار، وب6 شهور ولا جيش السوري منين باكله بشرب أنا. الله ما بيدب باكل إلا العالم. شو هيك منيح اللي جيتوا، اهلا وسهلا فيكم. شوفوا اوجاعنا بس. بأي ذنب قتلت أبا عدنان؟ لأنك أبيت أن تترك منزلا يأويك وولدك المعاق؟ لأنك بكيت حالك وحال البلد؟ أم لأنك رفضت القتل والدمار؟ دموعك حرقت القلوب، وكلماتك المرتجفة باقية في الذاكرة والوجدان. سمع صوت القذيفة، نزلت نص الحارة. صارت لي نزلت نص الحارة، قال بدي اقوم شوف. اجى بده يوطي ولا القناص ضربه بغدر بغدر بغدر. برأيك اهو ما في مثله مثال، طيب حنون ما في مثله. بس الله يجازيهم. طب برأيك ليش انقتل؟ قتل لأنه عم يقول كلمة الحق. ما كان معه غير ابنه المريض بس، ما في غيره بالبيت. كيف صار ما طلع لبرا على الشارع، اجته قنصة من ورا من راسه. هي كل اللي عرفناه بس. بالأمس قتلوك، واليوم الأهل والأصدقاء شيعوك إلى مسواك الأخير، حيث الراحة الأبدية بجوار القديسين والصالحين.